علاش ملي كنديروا واحد الحاجه اللي ما فيها حتى شي افاده وما فيها حتى شي منفعه علينا ما كنحسوش بالوقت ودغيا كيدوز. ولكن الوقيته اللي كنديروا واحد الحاجه اللي من المفروض انها عندها غادي يكون عندها واحد التاثير ايجابي على الصحه ديالنا ولا على حياتنا ولا علينا كشخص اون جينيرال، كيجينا الوقت ثقيل بزاف. مثلا الا كنت كتسكرولي في السوشيال ميديا، شاد في التليفون مثلا، طالع حاط في فيسبوك مثلا ولا انستغرام ولا في واتساب ولا جو سي با، المهم وريفر، كتلقى تجلس واحد شويه كتلقى راسك دوزتي 3 4 ديال السوايع بدون ما تحس. ولكن لا زيدتي تقرا كتاب واحد، تطلع عليه شويه، تراجع كذا، دير شي لعيبه، كيجيك الوقت ثقيل وكتحس براسك بحال كدير شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف والوقت ما كيدوزش. علاش؟ واش عمرك طرحتي على راسك هذا السؤال هذا؟ اش بان لكم انتم شنو هو السبب ما بين الوقت كيدوز دغيا في الوقيته اللي ما كنديروش فيها واحد الحاجه اللي غنستافدوا منها، ولكن كيبقى الوقت ثقيل الوقيته اللي كنديروا او اللي كنخدموا واحد الحاجه اللي من المفروض اننا نستافدوا منها ويكون عندها واحد التاثير ايجابي على الحياه ديالنا؟ في نظركم لماذا؟ قولوا لي علاش في الكومونتير، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على ونعطيكم الجواب ان شاء الله. بيس اوت.